السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد وهو نايم ممكن يحلم حلم يحس انه قعد فيه ايام وشهور كمان، لكن ساعات بعد ما بيصحى بعديها يلاقي نفسه نايم ما بقالهوش 10 دقايق. فيا ترى ليه؟ ساعات بنحس ان الحلم طويل جدا مع انه ممكن يكون ثواني. اهلا بيكم، انا احمد اليسري من قناة اهي سهلة اهي، والنهارده هنتكلم ليه بنحس ان الحلم طويل جدا مع انه ممكن يكون ثواني معدودة. ولو اول مرة تزورني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا يلا بينا. العلماء بيقولوا ان مدة الحلم عند اي شخص طبيعي بتتراوح ما بين 5 دقايق لحد 45 دقيقة، واحيانا ممكن يكون الحلم مجرد ثواني معدودة. بس بالرغم من كده ممكن تسمع حد بيقولك انا حلمت حلم ان انا سافرت بلد تانية وقعدت هناك يوم كامل، وكمان بعدها نمت في فندق وصحيت تاني يوم سافرت بلد جديدة وفضلت كده لكذا يوم. بل ان في ناس لما بيصحوا قالوا انهم كانوا عايشين سنين جوه الحلم وانهم عدوا بمراحل عمرية مختلفة. طب ايه سبب الظاهرة الغريبة دي؟ كل حاجة بترجع لطبيعة المخ وقت النوم. لما بننام في اجزاء في دماغنا بتشتغل بزياده وفي اجزاء تانية بتتعطل تماما. يعني عندك مثلا ذاكره طويله المدى بتشتغل بقوه جدا، لكن الذاكره قصيره المدى بتضعف جدا. اما مراكز اللغه بقى فبتتعطل نهائي، وده اللي بيفسر لك ليه احنا بنلاقي صعوبه في ان احنا نقرا اي حاجه جوه الحلم. اما المراكز المسؤوله عن تحديد الوقت فبتتوقف تقريبا، وده اللي بيخلي المخ ان هو يشتغل بنظام القفز ما بين المشاهد. يعني بدل ما بيعرض لك كل حاجه بالتفصيل بيبدا ان هو يعرض لك لقطات سريعه متجمعه وبيركبها جنب بعضيها، فانت تحس ان انت عشت يوم كامل. المخ بقى بيربط المشاهد دي ببعضيها وبيبدا يحسسك ان انت عشت يوم كامل، رغم ان كل مشهد من المشاهد ديت كان عباره عن لقطه سريعه. وده اللي بيحصل بالظبط في الافلام الوثائقيه اللي بتحكي احداث حصلت في 100 سنه في ساعه واحده. بتحس انك عشت القصه كلها رغم ان الزمن الحقيقي للاحداث اطول بكتير. السؤال هنا بقى، حصل معاكم حاجه زي كده قبل كده؟ انكم حلمتوا حلم حسيتوا ان هو طويل جدا؟ لو في اي سؤال بيجيلكم وبيحيركم اكتبوا لنا في التعليقات، ممكن يكون موضوع الفيديو الجاي. سلام.